يا أهلاً يا برج الحمل، أنا عارفة إن السنين اللي فاتت كانت تقيلة عليك ومحتاجة وقفة، وعشان كده حكاية رحلة كايرن اللي قلبت كيانك من 2018 ولحد ما يخلص رحلته في 2027، وإيه اللي مستنيك بعد كده لحد 2034. يلا اعمل لايك وسبسكرايب وشير الفيديو لو عجبك، ويلا بينا على التفاصيل. انت بقالك سنين في مواجهة مباشرة مع نفسك، وده خلى هويتك، ثقتك في شكلك وطريقة تعاملك مع الناس تتغير 180 درجة. ده حصل لأن كايرن لما بيدخل البيت الأول بيستهدف أعمق نقطة في شخصيتك. من 2018 وانت في اختبار حقيقي لهويتك، كنت بتسأل نفسك كتير أنا مين وإيه دوري في الحياة. ده مش وضع سهل، لأن البيت الأول هو أنا، هو واجهتك للعالم. طول السنين اللي فاتت مريت بأوقات حسيت فيها إن كل حاجة بتضغط عليك عشان تثبت وجودك. كنت بتضطر تاخد قرارات صعبة وتتحمل مسؤولية نفسك في مواقف ما كانش ينفع فيها تعتمد على حد غيرك. يمكن كنت بتسأل نفسك ليه كل حاجة بقت صعبة كده، وليه دايما بضطر أواجه العالم لوحدي. الحقيقة إن ده كان تدريب قاسي على الاستقلالية. كايرن هنا كان بيجبرك تطلع القوة اللي جواك، القوة اللي مش بتيجي من الكلام، القوة اللي انت شخصيا ما كنتش تعرف إنك تملكها، لكن بتيجي من المواقف اللي بتخليك واقف على أرض صلبة رغم التوتر. يمكن جت أوقات وسألت نفسك هو ليه شكلي أو دوري في الحياة بيتغير كده؟ ليه الناس بقت بتشوفني بطريقة مختلفة؟ ده لأن الرحلة دي غيرت طريقتك في القيادة والمبادرة. كنت بتلاقي نفسك في مواقف قيادية مفاجأة حتى لو ما كنتش جاهز نفسيا، وده كان بيخليك تراجع ثقتك في نفسك. أوقات الثقة بتتهز وأوقات بتضطر تبنيها من الصفر. ومن هنا بنسأل، هل كل ده كان مجرد تعب؟ لا، ده كان إعادة برمجة. كتير من مواليد برج الحمل عانوا من إرهاق جسدي أو بقوا أكثر وعياً بصحتهم، وبدأوا يدركوا إن الدوس المستمر ما بيجيبش نتيجة. كنت بتتعلم معنى القوة المستدامة، إنك تكون قوي بذكاء مش مجرد رد فعل عصبي أو اندفاعي. لما الرحلة دي تنتهي في 2027 هتلاقي إن الشخص اللي كان موجود في 2018 اختفى تماماً، وظهر بداله حد واقعي عارف قدراته كويس ومش بيحتاج يثبت حاجة لحد، لأنك بقيت واثق في نفسك من جوه. دلوقتي خليني أنقلك للجزء الثاني من الحكاية، وهو الانتقال الكبير اللي بيبدأ لما كايرن يدخل البيت الثاني، بيت الثور، والرحلة دي مكملة معانا لحد 2034. السؤال هنا، يا ترى التركيز هيتحول لإيه؟ التركيز هيتحول من أنا مين لأنا أملك إيه وإزاي أحافظ عليه. ده انتقال من الهوية للشكل المادي والاستقرار. لو كنت بتسأل إيه اللي هيحصل في فلوسي وشغلي، فده وقت الوعي المالي الكامل. كايرن هنا هيحط إيده على أي خلل في دخلك، عادات صرفك أو عدم ثباتك المادي. ممكن تلاقي نفسك بتسأل ليه دايما في فجوات في فلوسي؟ ليه مش عارف أستقر ماليا؟ ده مش عشان تعاقب نفسك، ده عشان كايرن بيكشف لك أماكن الضعف عشان تبدأ تبني صح. ده مش وقت الربح السريع، ده وقت البناء المتين. ممكن تحتاج تتعلم مهارات جديدة أو تغير طريقة شغلك تماماً، أو حتى تكون أكثر صرامة في إدارتك للي بتكسبه. سألت نفسك قبل كده هو أنا ليه بقبل أقل من حقي؟ أو ليه دايماً بحس إني مش مقدر مادياً؟ ده جوهر التحدي في البيت التاني. تواجه كل الأوقات اللي قللت فيها من قيمتك، سواء في تسعير شغلك، في تفوضك، أو في تعاملك مع مواردك. في توازن مطلوب هنا، لا إفراط ولا تفريط. ممكن تلاقي نفسك خايف ومتمسك بفلوسك أو ممتلكاتك بزيادة كنوع من الأمان، وده طبيعي، بس الهدف إنك توصل لمرحلة إنك تحس بالأمان من جواك قبل ما تحس بيه في البنك. إحنا بندور على القيمة الذاتية. هل قيمتك مرتبطة باللي معاك بس؟ أكيد لا. كايرن هنا عايزك توصل لعلاقة صحية وواقعية بالفلوس. عايزك تعرف إن قيمتك ثابتة، لكن تعاملك مع المادة هو اللي محتاج نضوج. وبحلول 2034 لما الرحلة دي تخلص، مش بس هتكون بنيت ثروة أو استقرار، ده أنت هتكون بنيت ثقة مالية جديدة. هتكون شخصية عارفة قيمتها كويس، مش بتبيع نفسها رخيص، وبتعرف تدير مواردها بذكاء وهدوء. يا برج الحمل، الرحلة طويلة بس نتائجها حقيقية. من 2018 ل 2027 كنت بتتعلم إزاي تكون قائد لنفسك، ومن دلوقتي ولحد 2034 بتتعلم إزاي تكون سيد استقرارك. السؤال اللي محتاج تسأله لنفسك كل يوم في الفترة اللي جاية، هل الخطوة اللي باخدها دي بتزود استقراري على المدى البعيد ولا دي مجرد سد خانة؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي هتخليك تعدي المرحلة دي بأفضل
شكل ممكن. أنت مش بتغير واقعك بس، أنت بتغير عقليتك تجاه كل اللي بتملكه. فكر في كل درس اتعلمته في السنين اللي فاتت كأنه حجر أساس، والنهاردة أنت بتبني فوقيه قصر من الاستقرار المادي اللي عمره ما يتهز. أنت قوي، والرحلة دي مش عشان تكسرك، دي عشان تطلع النسخة الأغلى والأكثر ثباتاً منك، النسخة اللي تستحق فعلاً كل النجاح المادي والمعنوي اللي بتسعى ليه. استعد، لأن اللي جاي هو مرحلة جني ثمار التعب اللي بدأ من سنين، بس المرة دي الجني هيكون مدروس ومستدام ومستقر بجد.